ميزانية ال5000 جنيه في الشهر أنا مش هحددها بعدد أفراد، أنا هسيبها لحضراتكم. الجديد في الميزانية بتاعتنا إن احنا هنجهز منها لتجهيزات رمضان 2026. يعني هي ميزانية بيت شاملة خزين البيت وفطاره ومنظفاته وكمان تجهيزات رمضان 2026. بكل بساطة هقولك الميزانية بتتكون من ايه، وهقولك حلين لو انت بتحبي تجيبي حاجتك كلها بالشهر، فانا كاتبالك كل تفصيلة. ولو انت بتحبي تجيبي يعني حاجات بالشهر وحاجات تانية كل اسبوع عشان يفضل في ايدك فلوس، برضه هقولك ده وهقولك ده. تابعيني لغاية اخر الفيديو وانت هتفهمي مني ان شاء الله انا قصدي اقول ايه. تعالوا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا سمر، دي قناه ستات شطوره، قناه متخصصه في الميزانيات والتوفير والوصفات الاقتصاديه. لو لسه جديده عندي في القناه والقناه عجبتك، خدي كده لفه فيها ان شاء الله تعجبك. متنسينيش باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اما لو انت بالفعل مشتركه في القناه ما تبخليش عليا باللايك والتعليق الحلو بتاعك. نبدأ كده ونشوف الميزانية بتاعتنا عبارة عن ايه. ميزانية ال5000 جنيه في الشهر بتاعت النهاردة ميزانية انا مش محددها بعدد افراد. كل واحدة تقدر تاخد الميزانية وتقسمها زي ما هي عايزة. هقولك ازاي كل حاجة، امشي معايا خطوة خطوة. اول حاجة الخزين بتاع البيت. خزين البيت انا حطيت له 1350 جنيه. حطيت هنا 10 كيلو رز ب 300 جنيه، يعني سعر الكيلو 30 جنيه. طبعا في رز ب 29، في ب 28، في لغايه ال 24. تمام، فانت تقدري تجيبي من اقل حاجه ال 24 او لغايه ال 30. طبعا كل ما هتجيبي اقل كل ما هتوفري من البند ده. هنجيب 5 كيلو مكرونه ب 150 جنيه. طيب انت بتحبي المكرونه اكتر من الرز، هنا حطالك سعر المكرونه نفس سعر الرز، مع ان برضو المكرونه بادئه من 24 جنيه، والسايبه بقى كمان ممكن تكون اقل. فتقدري ان انت تزودي من هنا وتقللي من ايه، من هنا، حسب ما انت حابه وحسب عدد افراد اسرتك. حطيت 4 كيلو دقيق ب 80 جنيه، سعر الكيلو 20 جنيه. والدقيق دوت معاكي اساسي في البيت. صدقيني بيحل معاكي ازمه كبيره جدا، ازمه فطار، ازمه عشاء، تمام. ممكن كمان ازمه غدا، تعملي بيتزا، تعملي عيش باللحمه اللي هو الحواوشي الاسكندراني، فداخل معاكي في كل حاجه. فالمثل اللي بيقول البيت من غير دقيق حلو دقيق، ده فعلا مثل حقيقي. تمام، فخلي عندك دايما دي بزياده. صدقيني ممكن تزهقي من الفطار او تزهقي من العشاء وتبداي ان انت تعملي اي حاجه معجنات تفطروا او تتعشوا بيها. حطيت لك 200 جنيه بكليات. يعني ايه 200 جنيه بكليات؟ يعني شامله فول للتدميس، فول مدشوش، عدس بجبه، عدس اصفر، فاصوليا، لوبيا. انا حاطه من كل حاجه ربع كيلو، ما عدا الفاصوليا، قصدي الفول المدشوش نص كيلو، وفول التدميس كيلو، عشان لو حبيتي تدمسي فول وتعملي كمان منه فلافل او طعميه في البيت. طيب سمر، انا في حاجات من البقوليات ما باكلهاش، تقدري تشيليها وتحطي حاجات تانية. يعني مثلا ما بتحبيش اللوبيا، ممكن تجيبي مكانها حمص عشان تعملي كشري. مش عايزه حمص، مش عايزه لوبيا، ومش عايزه فاصوليا، تقدري تجيبي ذره فشار وغلي بليله، كمان هتنفعك في العشاء والفطار، وكمان حلوه للاولاد، والفشار مسلي للاولاد. طب مش عايزه برضو ده كله، ممكن تجيبي سمسم، تزودي سمسم وتعملي طحينه. فهنا ال 200 جنيه بتاعت البكوريات قسميها بقى زي ما انت عايزه وزي ما انت حابه. في ناس كمان بتحب تشتري مثلا ايه، كل حاجه تمن مش ربع. يعني مثلا تمن الفاصوليا البيضاء حلو عليها، ربع كيلو بيبقى كتير. تمن اللوبيا بيبقى حلو عليها، الربع كتير. فممكن تجيبي كده وتقسمي. انا عن نفسي الطبخه بتاعتي عباره عن 8 كيلو لوبيا، 8 كيلو فاصوليا، ولو حبيت اعمل كشري بعمل 8 كيلو حمص. فتقدري انت تقسميها برضو لتمن وتمن وتمن براحتك خالص. العبي في حدود ال 200 ايه جنيه. طيب انا بشوف ناس بتحط في الميزانيه بتاعتها 10 جنيه فول و10 جنيه مش عارفه ايه. انا مش بحب كده، انا بحب اكون واقعيه. الميزانيه اللي انا بعملها بحس ان هي ميزانيه بيتي انا لو همشي بيتي همشيه ازاي. فلما حد بيطلب مني اي ميزانيه بحط نفسي في الموقف بتاعها، تمام، وبحاول افكر انا لو معايا المبلغ ده هتصرف بيه ازاي في بيتي وهقدر املى بيه بيتي خير. فانتي الوحيده اللي قادره بطلبات بيتك. انا ممكن اديكي افكار، لكن الافكار دي تستفيدي منها. ممكن انت تقسيمه مثلا الخزين تعجبك، الفطار ممكن ما تعجبكيش، فهي مجرد افكار، تمام. بنزود بيها بعض، لكن طلبات البيت بيبقى هي عارفاها ست البيت بس. طيب حطيت هنا كمان 100 جنيه عطاره،
من كل حاجه ب20 من كل حاجه ب10 حسب ما انت حابه وحسب الناقص عندك. حطيت لك ملح وخل ومرقه 50 جنيه، يعني ال50 جنيه دي هتجيبي ازازه خل وهتجيبي ملح وهتجيبي مرقه لو انت بتحبي تستخدمي المرقه. حطيت لك ب20 جنيه لبن بودره وطلعتها بره العطاره. حطيت لك البيكنج باودر والخميره والفانيليا تزوم المعجنات 30 جنيه، وممكن برضو تجيبي حسب الحاجات اللي انت هتعمليها في الشهر. بس زيت او سمنه او زبده للطبخ، شوفي بتطبخي بايه. تمام، حطيت لك 150 جنيه. زيت للقلي حطيت لك 120 جنيه. سكر 3 كيلو سكر 100 جنيه. ربع كيلو شاي 50 جنيه. كمان التقسيمه دي حلوه جدا للي ما عندهاش تموين. اللي ما عندهاش تموين تقدر ان هي تستغل الميزانيه ديت، او مثلا التموين بتاعها ما بيكفيهاش، وان هي تجيب الطلبات بتاعت بيتها. طيب سمر، انا الميزانيه عندي التموين عندي حلو، احنا مثلا 4 افراد وعندي زيت وعندي سكر، فمش مش محتاجاه. ممكن بسعر الزيت والسكر ده تزودي مثلا، تجيبي زبده مثلا الزيت للقلي، او السمنه مثلا سوري الزيت للطبخ او السمنه للطبخ، والزبده مثلا للمعجنات. ممكن تجيبي بيها حاجات وتشيليها لرمضان. تمام، وانا حاطه رينج برده في الاخر في الميزانيه دي لتجهيزات رمضان في الاخر. طيب فاللي متوفريه هنا ممكن تشيلي كمان بيه حاجات زياده لتجهيزات رمضان 2026. الفطار والعشاء حاطط له 785 جنيه. هنجيب ايه بال 785 جنيه؟ هجيب 2 كرتونه بيض ب 260 جنيه. الكرتونه حدود الايه ال 130، في كمان ب 120. الكرتونتين دول هيمشوا معايا فطار، هيمشوا معايا عشاء، هيمشوا معايا كمان غدا. ممكن اعمل كشري بعدس اصفر وبيض مسلوق، ممكن اعمل مثلا شكشوكه، ممكن اعمل عجه. فالكرتونتين دول ما بقدرش استغنى عنهم. كيلو جبنه 120 جنيه. جبنه بقى براميلي، دوبل كريم، جبنه قريش، تقدري تجيبي في حدود ال 120 جنيه بس. حاطط لك نص كيلو مش فلاحي، مش جبنه قديمه. ايه الفرق يا سمر؟ الجبنه قديمه بتبقى اغلى، المش ارخص شويه. طيب هنا بحدود الكام؟ 70 جنيه كيلو مثلا، حدود الكام؟ ال 140 جنيه. مره مثلا عملت فطير، تمام، فيبقى عندك هنا المش وعندك ايه؟ العسل. تمام، مش حباها ممكن تستبدليها ال 70 جنيه دول باي نوع جبنه تانية. حطيت ربع كيلو جبنه تركي ب50، ربع بيفي ب50، حلاوه ربع ب25، عسل اسود ب30، وحطيت لك 6 كيلو لبن ب 180 جنيه بمعدل كيلو ونص في الاسبوع. طيب انا وفرت من هنا من الرز او من المكرونه، جبت بسعر اقل، جبت بكميات اقل. تمام، فهتوفر معايا شويه فلوس، ومش عايزه سكر ومش عايزه زيت للقلي. تقدري تزودي بيه بند الفطار والعشاء لو انت حابه. تقدري تزودي مثلا كميه الجبنه التركي، كميه البيفي، براحتك خالص. انا عن نفسي بمشي الجبنه التركي والبيفي ديت بالمبلغ ده. تمام، التلات يعني ده وده وده وده. تمام، بالمبلغ ده. تمام، وما بكررهمش تاني. يبقى انا جبتهم مره واحده في الشهر وحلو عليا ايه قوي، عشان اقدر ايه التزم بالميزانيه. طيب بس ببقى عامله معجنات تكفي معايا الفطار. الحسبه دي خليها معانا في الاخر. تمام، هقول لكم دي حسبه ايه. هنخش على المنظفات، حاطط لها 275 جنيه. هنجيب ب 80 جنيه مسحوق، هنجيب ب 20 جنيه صابون وش، هنجيب ب 30 جنيه عجينه غسيل، ودي خلطه بتتعمل عند بتاع المنظفات. تمام، وكنت عملتها معاكم قبل كده على القناه لو انتوا حابين تعملوها. بتبقى عباره عن برسيل جل ودوني وكلور الوان، وكمان ممكن تزودي مكان العجينه نفسها اللي هي البيضه دي، تزودي مسحوق ابيض، قصدي سوري مسحوق اللي هو البودر. ممكن تضيفي ايه تاني يا ربي؟ ممكن نحط شاور عشان ده كمان بيشيل البقع بتاعه العرق اللي بتبقى في الياقات والاساور. ممكن بصي هي الخلطه موجوده عندك على القناه، تقدري تشوفيها. تمام، وتقدري بقى انت تزودي او تقللي حاجات كتيره عادي، كل ده بيساعد في التنظيف. طب سمر، انا مش عايزه اعمل خلطه، والخلطه دي اساسا مش بتتباع كان عندنا، يعني لا عايزه اعملها ولا عايزه اشتريها جاهزه. ممكن نجيب مكانها ازازه كلور الوان. تمام، يعمل معايا الغرض، حبه منه. تمام، غطا صغير مع المسحوق هينضف معايا. ممكن اجيب مكانه اكياس صغيره اللي هي بتاعت البريكس اللي هي ب 5 جنيه. تمام، ممكن برضو تقضي معايا الغرض. هجيب ب 20 جنيه كلور ابيض، ب 40 جنيه صابون مواعين. تقدري تحوليه لصابون الشركات بطريقه بسيطه جدا، وموجوده برضو عندك على القناه. ب 20 جنيه دوني، ب 10 جنيه دواء نمل. ده بيبقى عباره عن دواء نمل كده سايق، برضو من عند بتاع المنظفات، بترشيه في الاركان عشان برضو النمل. ده لو انت حابه. بص انا يعني كاتبالك كل تفصيله. الحاجه بقى اللي مش عندك
ممكن تكوني انت وفرتي، لو انت وفرتي فلوس من الخزين ممكن تجيبي مثلا بدل ال10 جنيه دواء النمل السايب ده، لو انت ما عندكيش تجيبي لعنه الفراعنه بتاعت النمل. تجيبي حاجه اسمها ماكس السحر بتاع النمل. احنا في صيف والنمل بيبقى في بيوت كتير قوي، فنحاول بقدر الامكان ان احنا ما نخليش مطبخنا فيه نمل. ب20 جنيه معطر سايب، ب10 جنيه مذيب دهون برضو سايب. سمر ما عنديش سايب، برضو هحاول اوفر من اي بند واجيب بقى مذيب دهون عندي في البيت. طب ما عنديش والميزانيه مش سامحه، كربونات وخل وملح ليمون هيسد معاكي ايه الليله. 15 جنيه سلك مواعين، يعني تمن سلك مواعين ب10 جنيه ديتول. كده صرفت كام؟ صرفت 275 جنيه. طيب ممكن استغنى عن الدوني لو انا بستخدم اللي هو الاكياس البرسيل الجل اللي هي ام 2 جنيه او اللي هي ام 3 جنيه ديت، فبالتالي مش هجيب دوني ووفرت حق الدوني. الخضار حطيت له 1000 جنيه بمعدل 250 جنيه في الاسبوع، ده خضار وفاكهه. هنجيب بيهم ايه يا سمر؟ هنجيب بيهم مثلا ب20 جنيه طماطم، ب30 جنيه بطاطس قد كده 50، ب10 بصل قد كده 60، ب10 فلفل وليمون قد كده 70. تمام. هنجيب ب10 بتنجان قد كده 80. ب50 جنيه خضار، يعني مثلا نجيب ب50 جنيه ممكن نجيب 25 جنيه باميه، او ب20 جنيه باميه، ب20 جنيه كوسه، ب10 جنيه ملوخيه قد كده 50 جنيه، ب50 جنيه فاكهه. كده صرفت 190 جنيه، بقى معايا 60 جنيه من 250 جنيه. اقدر ازود فاكهه تاني او اقدر ازود اي نوع خضار تاني. طيب الخضار بتاع الاسبوع بيجي على اساس ايه؟ بيجي على اساس المنيو اللي انت كاتباه. لو انت عندك مثلا مكرونه، عندك بكليات، تمام، فبتقدري ان انت تقللي في الخضار بتاعك. يعني مثلا الاسبوع الاولاني من شهر 8 ده انا مشيته ازاي؟ انا جوزي مسافر مش موجود، بيجي لنا مثلا يومين في الاسبوع. بعمل ايه؟ بخلي مثلا اليوم اللي هو هيجي فيه واليومين الاجازه بتوعه هم دول اللي فيهم ايه؟ لحوم، يعني 3 ايام. تمام. و4 ايام بقضيهم اكلات اقتصاديه. ممكن اعمل مكرونه وبطاطس محمره وسلطه، او مكرونه وكبده عادي. تمام. ممكن اعمل مثلا كشري بعدس اصفر، ممكن اعمل مسقعه. تمام. ادي كده 3 ايام. ممكن اعمل فاصوليا بيضه او لوبيا، تمام، ورز من غير لحوم، ادي كده 4 ايام. فاصبح انا الخضار اللي جبته مثلا في خلال الاسبوع ده جبت ايه؟ جبت طماطم، بطاطس، فلفل، بتنجان بس، وجبتها بكميات قليله. يعني جبت الفلفل والبتنجان حسب، او البطاطس حسب المسقعه اللي انا ايه عملتها. تمام. والطماطم للاسبوع كله. فانتي بقى بتقدري تلعبي في مشتريات الاسبوع حسب المنيو اللي انتي عاملاه، فتقدري توفري منه فلوس. تجيبي مثلا ب60 جنيه ممكن تجيبي مثلا باميه وتشيليهم، تجيبي ملوخيه وتشيليها لرمضان. ممكن تجيبي فلفل الوان الكيلو بتاعه ب20 جنيه حلو جدا وتشيليه لرمضان. ممكن تجيبي فلفل مثلا حامي وتفرميه لرمضان. فانتي تقدري تلعبي تمام حسب المنيو اللي انتي عاملاه، او تزودي فاكهه زي ما انت حابه. برضو احنا شايلين فلوس لرمضان. حاطه لحوم 1590، دول الباقيين من ال5000 جنيه. هنجيب ايه؟ هنجيب فرخه ب150 جنيه، هنجيب كيلو بانيه ب160 جنيه، هنجيب نص كيلو كبده ب75 جنيه دي اسكندراني، هنجيب ب100 جنيه صدق برضو نص كيلو، هنجيب ب500 جنيه سمك وتشكليهم زي ما انت عايزه، هنجيب لحمه مكعبات كيلو ب280 جنيه، نص كيلو كبد وقوانص ب50 جنيه. اظن اللحوم دي حلوه جدا للشهر. هيتبقى معايا 275 جنيه، هم دول اللي انا قصدي عليهم لخزين رمضان. اقدر اجيب ب75 جنيه خضار واشيله، وال200 جنيه تانيين اجيب بيهم خزين واشيله رمضان. طب الجو حار يا سمر اعمل ايه؟ شيلي زيت، شيلي علبه سمنه، شيلي ملح، شيلي دقيق في درج التلاجة، شيلي بقوليات في درج التلاجة. تمام. هاتي خضار ازيد وفرزيه. الطماطم سعرها حلو، هاتي وعصريها واعمليها صلصه وشيليها. شيليها. ممكن تكوني فلوس، الجو الشهر ده حر، الجو الشهر الجاي هيبقى معتدل شويه، فممكن تشيلي فلوس والشهر الجاي تبداي تجيبي حاجات وتشيليها. طيب بالمنطق ده وبالطريقه دي هتبداي ان انت كل شهر تشيلي حاجه، وبالتالي تخشي رمضان عندك كل حاجه. مش شرط تكوني شايله 275 جنيه من الميزانيه بتاعتك، ممكن تشيلي 50 جنيه، ممكن يبقى معاكي 25 جنيه، ممكن يبقى معاكي 100 جنيه. اي مبلغ هيتبقى معاكي هاتي بيه حاجه واركنيها. اقول لك على حاجه، لو بقى معاكي 10 جنيه هاتي بيها حاجه وشيليها لرمضان. شهر على شهر ومره على مره هتلاقي عندك شويه حاجات هيستروا بيتك في رمضان. طيب دي التقسيمه للناس اللي بتحب تشتري خزين بيتها كله في رمضان في طول الشهر
تمام، وبتحبش تنزل كل شويه وتفرهد نفسها، غير تجيب مثلا خضار بالاسبوع وخلاص. في ناس تانية لا يا سمر انا ما بحبش اصرف مصروف البيت كله، ممكن يحصل لي اي ظرف، اعمل ايه؟ في الحاله دي هتجيبي الفطار الخزين والفطار بس، وهيبقوا عاملين 2135 جنيه، وهيبقى منك من 5000 جنيه 2865 جنيه، هتقسميهم على 4 اسابيع، هيطلع لك كل اسبوع 716 جنيه وربع. تقدري بقى اللي انت تقسميهم بقى ايه، تجيبي خضار ومنظفات ولحوم حسب المنيو اللي انت عاملاه. يعني ايه؟ هقولك، انت كتبتي المنيو بتاعك، هتعرفي عايزه قد ايه طماطم، قد ايه بطاطس، قد ايه بصل، قد ايه فلفل، تمام، قد ايه لحوم، هتعملي كام اكله فيها لحوم في الاسبوع وتنزلي تشتريها. وهتشتري المنظفات بتاعتك حسب النواقص اللي عندك في البيت، وحسب انت هتغسلي كام غسله في الاسبوع، وبالتالي هتقدري برضو توفري. اللي هتوفريه من الاسبوع هتجيبي حاجه كل اسبوع وتشيليها لرمضان. دي الميزانيه بتاعت الشهر ده. الميزانيه بتاعت الشهر اللي جاي ان شاء الله، او هحاول اعمل ميزانيه تانية تكون فيها حاجه المدارس، يعني العيش الفينو وفطار المدارس، بحيث يبقى انت عندك كذا فكره تقدري انت تطبقيها. فاحنا كده خلينا ماشيين بالصيف، ونخلي ميزانيه المدارس للشهر الجاي ان شاء الله. هبدا انزلها من ايه؟ من شهر 9 مش من شهر 8. يعني لو نزلت لك اي ميزانيات هبدا الشهر ده هبدا انزل فيها خزين رمضان، هيكون معايا بند اساسي نلحق الشهر ده نشيل اي حاجه، تمام، قبل ما نخش في معركه ايه؟ المدارس. يعني في معركه المدارس استحاله هيتوفر معاكي 275 جنيه، انت لو توفر معاكي 50 جنيه هنبوس ايدينا وش وظهر، تمام. هيبقى عندنا الفطار بتاع المدارس، عايز عيش فينو او عايز كميه دقيق اكتر عشان نزود معجنات، عايز جبنات اكتر، فبالتالي هنحاول بقدر الامكان الشهر ده نستغله على قد ما نقدر. كده الميزانيه بتاعتي يا رب تكون افادتكم، يا رب تكون شامله كل حاجه. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وما تنسونوش باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والتعليقات الجميله بتاعتكم. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.